ليه بنتمسك بعلاقة احنا شايفين بنفسنا انها مش هتكمل؟ الحقيقة ده راجع لأسباب كتير قوي. أحيانا علشان احنا مش متمسكين بالشخص نفسه، لكن احنا بنكون متمسكين بصورة في دماغنا رسمناها عن الشخص وعن العلاقة. والأغرب كمان لما علامات فشل العلاقة بتظهر لينا بوضوح، بنفضل برضو متمسكين بالأمل، أمل إنه هيتغير، أمل إن كل الإشارات اللي إحنا شايفينها دي تكون غلط. وأحيانا بيكون السبب إننا لسه ما عندناش وعي كفاية نقيم العلاقة اللي إحنا فيها صح، بعيدا عن عواطف مفرطة أو بعيدا عن أوهام إحنا بس اللي عايشين فيها. وأحيانا كل ده بيوصلنا في النهاية إننا بنكون مش شايفين العلاقة زي ما هي، لكن زي ما احنا عايزينها تكون، فبنعدي نبرر نقنع نفسنا لحد ما نوصل لمرحلة إننا بنبقى متعلقين. التعلق حتى مع وضوح الحقيقة لينا اللي بتكون واضحة زي الشمس، برضو بنفضل متعلقين. والحقيقة العلاقة اللي محتاجة كل ده علشان تكمل غالبا مش علاقة سليمة من البداية. ودلوقتي جاوبوني، هل التمسك بعلاقة برغم وضوح علامات كتيرة على فشلها وإنها مش هيكتب ليها النجاح، في رأيكم التمسك بيها بيكون ناتج عن حب ولا عن عدم قدرة على تقبل الحقيقة اللي بنكون شايفينها؟ مستنية إجاباتكم في التعليقات.